السلام عليكم يا أصدقاء القناة. النهاردة معانا حلقة مختلفة تماما، حلقة هتاخدنا في رحلة غامضة جوه عقل وروح الإنسان. تخيلوا معايا يوسف بيلاقي دفتر غريب في المستشفى، دفتر مكتوب عليه المريضة رقم 66. بس المفاجأة إن الدفتر ده بيحكي عن رانيا قبل ما تيجي على الدنيا أصلاً. الموضوع بيزيد غموض لما يوسف يكتشف إن كل شخص بيدخل الجناح السادس بيحصله حاجة غريبة، بينطبع عليه أثر، والحل الوحيد 7 مفاتيح، كل مفتاح بيمثل جزء من شخصية رانيا. المفاتيح دي مش مجرد قطع معدن، دي رموز الخوف، الندم، الأم، الدم، الكرسي والانعكاس. بس المفتاح السابع ده سر محير، سر موجود في مكان واحد، مركز التأهيل النفسي اللي كانت فيه رانيا وهي صغيرة. لما يوسف يروح المركز بيكتشف حقيقة صادمة، رانيا كانت ضحية طقس قديم، والكيان اللي في جناح السادس مش مجرد شبح، ده رانيا نفسها. بس مش أي رانيا، دي رانيا الأصلية. المفتاح السابع طلع الاعتراف، واعتراف يوسف إنه هو السبب في حبس رانيا في الجناح. بس الاعتراف لوحده مش كفاية، المواجهة الأخيرة بتكشف إن الحرية ليها تمن، وإن كل شخص لازم يواجه نفسه الأول. النهاية، رانيا الصغيرة بتتحرر، بس يوسف بياخد مكانها، مش عشان يتعذب، لكن عشان يفهم إن كل اختيار له نتيجة، وإن المواجهة مع النفس هي أصعب وأهم مواجهة. أصدقائي، الحكاية دي بتفكرنا إن جوانا كلنا أسرار محتاجة نواجهها. مش لازم نخاف منها، بس لازم نكون مستعدين نتحمل مسؤولية اختياراتنا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركونا في الكومنتات برأيكم. هل فعلا في حاجات في حياتنا محتاجين نواجهها؟ نشوفكم في الحلقة الجاية مع حكاية جديدة وأسرار مختلفة. سلام.